تعالوا بقى عكسوا معايا احلى بتنجان بالدقه، جربوه بألف هنا. هنقطع فلفلايه حمراء، نحط الفلفل الاحمر، فلفل اخضر، واكيد قرن فلفل حراق، كبشه كزبره خضراء، ودي بتحليها جدا، عصير ليمون، شويه خل حلوين، 5 6 فصوص توم، كمون، ملح وفلفل. كده الدقه جاهزه معايا. قطعت البتنجان حلقات كده وسبت حته من القشره زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليه ملح وحطيته في مصفى ينزل ميته وسبته يتصفى خالص، وبعد كده اخدناه وهو حلو كده. هقليه دلوقتي في الحله دي، وتنفع حله وطاجن من كيتشنوفا. عايزه اقول لكم ده طقم 4 حلل ومعاه كمان طاسه، والحله اللي انا بقلي فيها دي تنفع حله وتنفع طاجن في الفرن، وتيتانيوم وما بيلزقش فيها ابدا، ومعاها كمان طقم توزيع، ده هديه. ولو حبيتوا تشتروها من صفحه سوق المطبخ. ناخد بقى دي، بصوا اموره ازاي. نحط البتنجان بتاعنا هنا فكده، ننزل بقى الخلطه بتاعتنا الدقه اللي لما تاكلوها مش هتقولوا لا. ايه رايكم بقى؟ نقلبها كويس كده، واهم حاجه ندخلها التلاجة. جبناها بقى من التلاجة، نقدمها بقى دلوقتي في الطبق الحلو ده. شويه كزبره خضراء كده، جربوها وبألف هنا. ده احلى بتنجان بالدقه، تاكلوه في اي وقت مع عيش بلدي جنب اي اكله، عمره ما هيقول لا. احلى حاجه، حرش بقى وايه، تحفه. دوق. يلا شوفوا الوصفه.